اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي نحبوها كامل الجزائريين واللي يموتوا عليها، اللي هي وصفة تاع الملفاي، وخاصة ديديكاس للناس الغربة، لأن يعني حنايا ماهيش متوفر بزاف عندنا، خاصة حنا في ألمانيا نتشاهوها وما نلقاوهاش. راني جبتها لكم وصفة بزاف رائعة وبنينة، كأنكم راكم تاكلوها وانتم راكم في الجزائر. بنينة سهلة ونقدر نقولوا اقتصادية، وأنا متأكدة أنها اقتصادية حقيقة. وصفة سهلة، وحتى الكلاصاج هذا راني رايح نعطيكم طريقة جد رائعة، والذوق ذوق الكراميل. ما عليكم غير تقولوا بسم الله، وما تنسونيش بالتشجيع تاعكم اللي هو اللايك، ونقول لكم بسم الله على بركة الله. والحاجة اللي نحتاجها هو صفر البيض، تاع صفر البيض يعني نحولو بياض البيض. هنايا بالنسبة للزبدة لازم تكون على حرارة المطبخ، نحتاجو فيها 150 غرام. الحليب نحتاجو 500 ميلي تاع الحليب اللي يكون حرارة المطبخ. 100 غرام سكر، و60 تاع نشا يعني اللي هو حوالي 6 معالق كبار. نحتاجو ثاني لافاني، يعني انا استعملت هذه، وكنتم تنجموا تستعملوا اي فاني عندكم. وبالنسبه للمقادير راني رايح نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف ان شاء الله. نرفدوا حاجه هكا اللي نطيبوا فيها، نحطوا شويه تاع الملح، نحطوا هذيك لافاني، السكر ثاني، يعني هذه كيما كريم باتيسري بنينه 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 ما تقدروش تتخيلوا. كيما سبق لي قلت لكم انها جد اقتصاديه، نسيو نخلطوهم كامل هكا، يعني حتى وين يذوب لنا السكر، باش من بعد هذاك البيض ما تخرجش، يعني ما تبانش الريحه تاعو. لازم دائما في هذه المرحله لازم تذوبوه حتى وين يبدل اللون تاعو، تتاكدوا انه يعني الصفار هذاك مش رايح يعطي الريحه تاعو. فوالا. وهنايا نزيدو نشا، يعني هنايا رانا نخدمو بارد على بارد، يعني ما تحطوش مازال ما تحطوش في الغاز، باش يعني ما يتلملكمش كامل ويتكور معاكم. فوالا. انايا نسيو نحطو تدريجيا وحنا رانا نحركو. من بعد كي نكملو كامل هكا نحطوه في الغاز. واللي راهي حابه وصفات تاع الاطباق تجي تزورني في قناتي راكم تشوفوها هنايا، خاصه بالافكار اليوميه، يعني فطور او عشاء، ما عليكم غير تجوا تزوروني. فوالا. هنايا من بعد نجو نحطوها هكا فوق النار اللي تكون يعني درجه تاعو عاليه شويه، باش يعني ما تطوش معنا. من بعد مجرد انها نشوفوها تلمت لنا، نبداو نقصولو حتى يعني نشوفوها باللي تلمت لنا كامل، يعني ما نخلوهاش الحراره تاعو دائما عاليه. مجرد ان نشوفوها تلمت نبدا نقصوا لها الحراره او الدرجه تاع النار. نبقاو هكا نحركو نحركو نحركو. هنا لازم تحركو جيدا باش ما تتكورش معنا. من بعد ما شفناها كامل تلمت لنا، جينا لهذا نحاولوا نبدلوا له الطبسي، يعني نحطوه هكا في طبسي اللي نقدروا من بعد نحطوه في الثلاجه، نحطوه كامل هكا. وهنايا الحاجه المهمه ان قلنا 150 تاع المارغرين، لازم المارغرين تكون على حراره المطبخ باش تاني ما تتكورش معاكم. هنايا نرفدو غير 50 غرام نجو نخلطوه كامل مع بعض حتى وين نشوفوه اندمج. يعني هنايا مازالها راهي سخونه، يعني بكل سهوله يحدوب معاكم، ولكن كي تدوب معاكم تشوفوها كانها شدت روحها. يعني راني حابه هذه الوصفه نخدمها معاكم غير بالعقل، باش نتوما تاني تنجح معاكم. كما قلت لكم خاصه احنا في الغربه يعني رانا محرومين من هذه الاذواق تاع يعني الموجوده في بلادنا، عليها يستحسن يعني نديرها معاكم غير بالعقل. وفالنسيو هنايا نبقاو هكا نخلطو كيما قلت لكم، راهي حتى تلم معاكم، يعني ما تقولوش راهي خسرت لكم. بقاو برك هكا شوفوا كيفاش الطريقه اللي راني نضرب بها انا، يعني كانكم راكم تضربوا في البيض شويه 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 شويه، رايح تولي ملساء كامل باذن الله. فوالا. راهي بدات هنايا، واللي راهي وصلت هنا نقولك ما تنسينيش باللايك اذا عجبت لك الفيديو اكيد. فوالا. هنايا كما راكم تشوفوا بدات تتلم معايا، يعني هنا تديكم حوالي 7 دقائق هكاك. ولكن اهم من كل شيء انها تجي بنينه يعني. وهنايا نرفدو كيس او يعني حاجه هكا اللي هاي متوفره عندكم. فوالا. نسيو لازم تكون الكونتاكت معاها مباشره باش من بعد ما ديرناش القشره، لان رانا رايحين نحطو في الثلاجه لازم يبرد لنا 100%.
فوالا نسيو يعني نسقمو هكا ما يدخلش كامل فيه الهواء والكونتاكت يجي مباشرة معاه. فوالا نتوما يعني الى عندكم كيس في الدار ولا استعملوه. ومن بعد نحطوه في الثلاجة. ونجو هنايا انا بالنسبة لاباط فويتي انا يعني استعملت هذه راني نشريها مباشرة يعني سهلة، لانه يعني لاباط فويتي الاكثرية نستعملها من رمضان، نستعمل كمية كبيرة ونخليها يعني نستعملها رمضان كامل. اما في الايام العادية راني نشريها. فوالا يعني هي نفس الشيء وسهلة. فوالا نجو هنايا اهم حاجة ان نتقبوها كامل، ما نخلو حتى بلاصة بلا ما نتقبوها. وانا يعني شريت هذا في الجزائر، شريته يعاونني بزاف هكا حتى على البيتزا ولا يعني براتيك. وعاودوا ولوا اي ما كان لقيتو ما فيش زيدوا تقبوه بالفرشيطه. نجو هنايا نحطوا ورق الزبده، لازم هنا يعني تحطوا ورق الزبده، نزيدوا نحطوا عليه سنيوه واحده اخرى. اما بالنسبه للسنيوه هذه ما لازمش تضغطوا عليها، والفور تاعنا يكون شاعل مسبقا على 180 درجه. ندخلوه شاعل من الفوق ومن تحت، نخلوه 20 دقيقه الى 25 دقيقه لا اكثر. يعني لازم يجيكم طيب كيما هكا، ما يجيش تاني بيض وما يجيش محروق، لانه سينو يعطيله المرورة. هنايا من بعد ما بردت لنا نجو هنايا نعاودو نحوها، نسيو نخدموها كيما هكا. وانتم يعني الا ما عندكمش الخلاط الكهربائي استعملوا الخلاط اليدوي، ولكن راح يشد لكم فريمون اليد. من بعد هنايا بالنسبه للزبده تكون على حراره المطبخ ولا كريم تاعنا تكون بارده، نخدموها هكاك حوالي 8 دقائق. يعني لازم فريمون حتى وين تشوفوها اندمجت كامل وولات لنا لمسه باش تجينا الخدمه سهله، وثاني باش من بعد كي نحطوها في الطبقات تجي باينه وتجي شابه بزاف. فوالا هنايا بعد ما اندمجت لي كامل وحسيتها ولات ملسه، في هذه المرحله نجي يعني نحطها في الكيس هكا، يعني في الكيس اللي نخدم به. يعني نتوما الا ما عندكمش تنجموا يعني تستعملوا حاجه تخدموه مباشره، ولكن يعني الا عندكم راه خير وخير. واللي حابه يعني تستعمل مباشره تنجمي تاني، ولكن لازم يكون القوام برك عالي شويه. من بعد انا جيت الورقات هذوك قطعتهم متساويين، يعني يكونوا متساويين. نجو هنايا نخدموه كامل كيما هكا، نسيو نطالوه باش يكون السمك تاعها عالي. دوك نعاود نوري لكم. هنايا كل ما نجو نحطوا الورقه نحطوها من الجهه الملساء، يعني هذه لازم. شوفوا هنايا كيفاش راني نخدم انا، يعني هنايا كيما قلت لكم تجينا كامل متساوي ويسهل علينا الخدمه. ونجو نعاودو كامل نعاودوها. نتوما اللي عندكم موس ولا تنجموا يعني تخدموا غير بالموس. ورانا نجو نساويوها كامل مع بعض. يعني لا كريم هذه راني متاكده باللي رايحه تعجبكم وتنال اعجابكم. فوالا هنايا نسيو نديرو الطبقه ثاني المساء. ونجو هنايا بالنسبه يعني الطبقه الاخيره اللي هي بسكر كلاص نديرو 250 غرام، ونرفدو شويه تاع الحليب نديرو تدريجيا. فوالا هنا يعني راني نخدم غير تدريجيا، ما ديروش على ضربه واحده سينو يحيدوب لكم ويخسر لكم. واللي يعني ماهيش حابه ديروا بالذوق الكراميل، يعني انا استعملت هنا ذوق الكراميل، نتوما تنجموا تستعملوا الذوق القارص ويبقى لكم ابيض اللي ديروا عليه عصره تاع القارص. اكيد تنقصوها من الحليب باش ما يجيكمش بزاف خفيف وما يجيكمش شابه. شوفوا يعني هنايا انا كيفاش جاني القوام تاعو، يعني هذاك الحليب ما درتوش كامل. بالنسبه ل 250 غرام هذيك هي، يعني ما ديروش بزاف تاع الحليب كما قلت لكم باش يجيكم السمك تاعو هكا شاد روحو. من بعد نرفدو هنايا الشوكولا، انا درت يعني شوكولا تاع نوتيلا. نسيو هاد الخطوط نقربوهم مع بعض باش تجينا التزيينه شابه. ونجو هكا نفوتو يعني انا نفوت هنا بالمغرف كانت دقيقه بزاف، هي فوت عليها. من بعد هنا اهم حاجه ان نعاودو نحطوه في الثلاجه على الاقل ساعه. يعني تنجموا ميم تحطوه في الكونجيلاتور 30 دقيقه تكفينا. هنايا نجيبوا هذا الموس تاع المنشار، ولكن الا ما عندكمش هذا تنجموا اي موس، لازم يكون الموس هذاك ماضي. هنايا ما ديروش هكا، يعني راني نوري لكم، لازم ديروا بهذه الطريقه، يعني تحطوا على ضربه واحده.
باش يعني ما تديروش كيما وريت لكم من اول مره. يعني بغيت نوري لكم باللي ما ديروش هكاك. اشاك فوا تخدموا، كل مره تخدموا لازم تمسحوا السكين تاعكم، الموس تاعكم، باش ما يلصقلناش في لاباط الاخرى. دوكا تشوفوا سينو راح يسقنا في لاكريم هذيك. يعني كل ما تديروا مسحوه، واكيد هذوك لي ديشي اللي بقاو مش رايحين نقيسوهم رانا رايحين ناكلوهم. فوالا يعني مادام رانا رايحين ناكلوهم عادي، حتى يعني لو نقصوا لنا نسيو نحو برك لي مرسو الشابين. فوالا شوف يعني كيفاش هنا جات لنا كامل متساويه وجات يعني شابه. نعاودو نجو هنايا نعاودو نقطعوها. وفوالا شوفوا كيفاش جاتنا. يعني هنايا رانا قطعناها، شوفوا كيفاش جات السمك تاعها كيفاش جا. والله جات خاصة بنينة بنينة بنينة. اهم حاجة انها جات بنينة. جربوها البنات، انا متأكدة انكم ماكمش رايحين تندموا. وكيما قلت لكم اللي راهي حابة وصفات تاع الاطباق ما عليها غير تجي تزورني في قناتي الثانية ذوق وبنا. راكم تشوفوها هنايا، هذه هي لا فوتو تاع البروفيل تاع قناتي. ارواحوا ان شاء الله تاني القناة الاخرى تنال اعجابكم. ممكن تخلوا لي تاني الى حبيتوا التعليق وقولوا لي انكم جيتوا من هذه القناه. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه تنال اعجابكم، ووصفه سهله ويعني تنجموا توجدوها على وقفه. وانا متاكده كما قلت لكم انها مقادير كاينه في كل دار، وحتى في الجزائر تنجموا تبعتوا دوكا هكا تبعتوا اولادكم يشريوا لكم من حانوت لاباط فايتي وتوجدوها. يعني قولوا ساعة ونص راهي واجدة وبنينة، وراكم متأكدين انها اكيد نظيفة وخدمة يديكم. معليا غير نقولكم ان شاء الله نتلاقاو في ساعات الخير، وما تنسونيش تجوا تزوروني. نقولكم استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.